والايام القادمه هتقول لنا هل السعوديه جاده فعلا في انه الامارات مش هتكون موجوده في اليمن؟ باختصار شديد لانها هددت امنها القومي، باختصار شديد لانها تجاوزت حدودها، باختصار شديد لان محمد بن زايد واخواته نسوا نفسهم. تخيلوا ان هم ممكن يحاصروا المملكه العربيه السعوديه من البر ومن البحر، تخيلوا ان هم ممكن يهددوا مصالحها المائيه ومصالحها البريه، تخيلوا ان هم ممكن يقدموا المجلس الانتقالي الجنوبي عشان يسيطر على حضرموت ويكون موجود على الحدود السعوديه. البيان ده هو هزيمه للامارات، وزي ما قلت لو طرف الخيط بدأ يكر معنى كده ان ضغوطات سعوديه تركيه مصريه على الامارات في السودان، يعني الامارات ممكن ترفع ايدها عن حميدتي. ضغوطات تركيه مصريه على الامارات في ليبيا، ممكن الامارات ترفع ايدها عن حفتر. ضغوطات على الامارات من السعوديه من اي طرف في القرن الافريقي ممكن ترفع ايدها عن ميناء بربره وعن ارض الصومال. هذا الكيان الهش كهشاشه الاحتلال الاسرائيلي بيستمد قوته من البلطجه، وان مفيش حد بيقف قدامه يقول له اقف. السعوديه قررت في هذه اللحظه انها تقف وتقول للامارات اناف از اناف، خلاص وقف عندك، انت تجاوزت حدودك. على الجميع ان يحذو حذو المملكه العربيه السعوديه. آن الاوان لهذا الكيان السرطاني انه يتأدب. يعني ايه يتأدب؟ يعني يخرج من البلدان اللي بيبوظها. يا عمي عندك بلدك وعندك سيادتك وعندك حدودك، ربنا يوفقك، لكن لا تعبث بسيادة الشعوب الأخرى، ولا تهدد الأمن القومي للدول الأخرى، ولا تعمل على تقسيم البلدان الأخرى. مش من حق محمد بن زايد ولا أشقائه ولا حكام الإمارات إن هم يعملوا ده. احفظوا التاريخ، 30 ديسمبر 2025 الإمارات ترضخ للمملكة العربية السعودية وتعلن انسحاب وسحب كافة قوتها من الأراضي اليمنية. المستفيد الأول والأكبر هو اليمن مش السعودية، لأن حكام الإمارات أينما توجههم لا يأتوا بخير. تابعوا اللي بيحصل في اليمن، تابعوا اللي بيحصل ما بين الإمارات والسعودية، لأن الساعات القادمة محملة بكثير من المفاجآت. وهو إحنا كل ساعة بنتكلم عن خبر جديد وعن مفاجأة جديدة وعن أول هزيمة للإمارات من 12 سنة أمام المملكة العربية السعودية.